نو. طبعا ليس هذا الرقم حاضرا في هذا المساء، ولكن أتحدث دائما وأبدا عن نسبة مبيعات كاملة العدد عندما يتعلق بالموسم لفريق بقيمة برشلونة. كرة تنقل في الجهة الأخرى، تأتي العالية، نعم عالية وللأمام، وهذه خطيرة وفرصة لهدف أول. نعم هدف يسجله الياباني تاكاشي. تاكاشي يتقدم ويسجل ويأتي بالهدف الأول. يتقدم إيبار كما ذكرت، فريق ما عنده ما يخسره، ما عنده ضغوطات اطلاقا. الفريق ياتي بلا ضغوطات، ان فاز يكون ثامن، وان خسر او تعادل يكون عاشر. ولكن ياتي الهدف الان يسجل من جانب ايبار، وعلى ايبار الان ان يتحمل ما بدأ. هو اللي بدأ وبالتالي عليه أن يتحمل بعد ذلك ما سيأتي. هذه الكرة اللي تابعها نعم الياباني تاكاشي، إينوي تاكاشي، وسجل بالتالي في شباك شتيغن لأن يكون الهدف الأول في المباراة. كرة كانت صعبة للأمانة على حارس المرمى. يأتي الهدف الأول، ريال متقدم على ملقا بهدف، وهنا الآن عنده من النقاط حتى الآن 54 نقطة. هذه كرة في المكان الخطير جدا، لا زالت المحاولة قائمة، هذه خطيرة، التسديدة قوية، جول جول. هدف تاريخي ثاني للياباني، هدف ثاني تاريخي للياباني. نعم إينوي تاكاشي في ليلة موعودة بالنسبة له في الكامب نو. من كان يتصور ذلك؟ من كان يصدق ذلك؟ هدف ثاني للياباني، وبعض عشاق البلوغرانا بدأوا المغادرة. هدف ثاني لنادي إيبار، الفريق اللي بالفعل يلعب مباراة ربما العمر. كرة قوية لا تصاد ولا ترد من الياباني إينوي تاكاشي. هذا لاعب سعره بعد هذه المباراة، كم كان سعره وكم سيصبح سعره بعد هدفي الكامب نو. هذه الكرة نعم لا تصاد. شوف طيران شتيغن، وكأنه طبعا وكأن من البداية الأولى يرى بأنه لا حلول أمامه. نعم إينوي الياباني 62 مقابل فريق فقط يخوض مباراته رقم 114 فيها الليغا انطلاقا من جانب ميسي. هذه خطيرة، هذه فرصة الآن للأمام وفرصة جول. المدافع سجل لبرشلونة، المدافع هو اللي سجل. خونكا لأن كل أقدام لاعبي برشلونة لم تسجل الليلة، فجاء الهدف بأقدام المدافع، بقدم المدافع. نعم هكذا كان المرور، وبعد ذلك كانت لعبة نيمار. حاول المدافع إبعادها اللي هو ديفيد خونكا هو اللي سجل في شباكه، وبالتالي الأمور الآن يقلص الفارق برشلونة، يعود برشلونة ولا زال متسع طبعا من الوقت الطويل. لا زالت الأمور عند الدقيقة طريق بالفعل. الآن هنا طبعا لاعب نيمار تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية. 18 دقيقة، هذا الفريق سيقاتل الحفاظ على الفوز التاريخي، وسيحاول برشلونة الوصول، وقد وصل الآن. جول لبرشلونة، يعود سواريز ويسجل بعد مسلسل ضياع الفرص. يسجل برشلونة من كرة لعبت عرضية كانت راسية من الكاسير، والمتابعة هنا هو ضيع السهل في مناسبات عدة وسجل الآن، وبالتالي الأمور الآن تعود إلى التعادل المثير جدا. 2-2 يا لها من اللي كان متأخر 2-0. الآن ممكن يتقدم. يا هي قوة أعصاب، اي والله يا هي قوة أعصاب. ضيع ضربة جزاء، ما شرد الآن، ما ترك الأمور، ما تراجع،
ما قالك والله معنوياتي ما تسمح لي يعني. ضيع ضربة جزاء قبل دقائق، يتقدم الآن وضربة جزاء، يتقدم جول، يسجل ميسي ويتقدم برشلونة لأول مرة في المباراة. من أجل هذا الرجل، اي نعم، من أجل 3 سنوات في عيش وملح طبعا، وفي بطولات وفي ألقاب وفي كرة قدم جميلة، نعم في إخفاقات، لكن من قال بأن الإخفاقات يجب أن تلغى من قاموس كرة القدم؟ الإخفاقات هي من تعيد بعد ذلك الكيانات الكبيرة. وفي الحضور الأخير نعم يلها من قوة شخصية ليونيل ميسي، ضيع ضربة جزاء في الشوط الثاني وتقدم الآن إلى ضربة جزاء. ووقف حديث اللي هو رئيس نادي إيبار، كان يتكلم وهو فايز، لكن بعد ما تأخر في النتيجة العام القادم لأن أكون في مقاعد المشاهدين المستمتعين بما يقدمه برشلونة. هذه كرة الآن وفرصة لهدف أوه، عن جد شيء غير طبيعي ما يحدث الليلة. وهذه كرة وهذه فرصة، جول ميسي ياتي بآخر أهداف الموسم لبرشلونة في الليغا، وتكون الأمور 4-2. ميسي ياتي بآخر أهداف الليغا لفريق برشلونة، وكل برشلونة وكل كاتالونيا وكل الكامب نو في هذه اللحظات. الآن النتيجة كانت 2-0 لإيبار، لكن بعد ذلك ميسي يرفض ذلك. شوف المرور، هذه اللعبة، الهدف الخرافي اللي مر وتقدم وسدد، ووصلت الأمور بالتالي لأن تكون إلى هدف إعجازي آخر. برشلونة يصل الآن ويتقدم الآن